السلام عليكم. أنا مهندسة أميرة طه، وأنت دلوقتي بتتفرج على سلسلة سنة أولى زراعة. لو لسه مبتدئ في الزرع هتسمع كلمة سماد كتير أوي، وهتسأل نفسك يعني إيه سماد، وهل لازم أسمد الزرع بتاعي؟ طب أسمد إزاي؟ أسمد إمتى؟ عشان تعرف كل ده وأكتر تابع الفيديو. تعالوا الأول نعرف النبات بيحتاج إيه. هنلاقيه بيحتاج ضوء وحرارة ومية وهيدروجين وأكسجين وكربون وعناصر غذائية. العناصر الغذائية دي هي السماد. أغلب الزرع بيحتاج 16 عنصر عشان ينمو بطريقة صحية. طب أنا هديله 16 عنصر دول؟ لأ، أكيد مش هديله 16 عنصر، هنعرف قدام. بس تعالوا الأول نعرف يعني إيه سماد. ببساطة ناس كتير معتقدة إن السماد بيساوي الغذاء بالنسبة للزرع. الإجابة مش دقيقة بصراحة، لأن السماد ما هو إلا مكمل غذائي وليس غذاء. هتفهم قصدي آخر الفيديو. بس الأول، هل السماد ده نوع واحد؟ الإجابة لأ، السماد فيه منه أنواع كتير وبتختلف باختلاف أصلها. في عندي سماد عضوي، وده بيكون أصله طبيعي، أصله نبات أو أصله حيوان. وفي عندي سماد غير عضوي أو سماد كيماوي، وده بيكون مصنع. وفي عندي سماد عضوي معدني، ده ميكس بين العضوي وبين الكيماوي أو غير العضوي. وسماد حيوي. زي ما قلنا ان النبات بيحتاج 16 عنصر غذائي، وقلنا برضو ان احنا مش هنديله 16 عنصر دول. طب هو النبات هيجيبهم منين؟ في الاول خلينا متفقين ان مش كل العناصر مهمة زي بعض بالنسبة للنبات، فاضطرينا نقسمهم لعناصر اساسية، عناصر كبرى ضرورية، عناصر كبرى متوسطة، وعناصر صغرى. العناصر الاساسية هما الكربون والهيدروجين والاكسجين. طب دول انا بديهم له؟ لا، هو بياخدهم من الجو. الكربون بياخده من الهواء، من ثاني اكسيد الكربون الموجود في الهواء. بياخد الهيدروجين والاكسجين من الميه بتاعه الري. وخليني اقول لك ان الثلاث عناصر دول هما بيمثلوا حرفيا 90% من بروتوبلازم الخليه. من غيرهم النبات مش هيقدر يعيش. نيجي لتاني حاجه، هي العناصر الكبرى الضروريه. دي عناصر النبات بيحتاجها بكميات كبيره وبشكل اساسي. من غيرها بيختل النمو بتاعه، مش بيقدر يكمل النمو، ومش بيقدر اصلا يبقى نبات صحي. ودي اللي بنسمي بيها النباتات، اشهرها ال NPK، السماد المركب NPK، وده هيكون ليه فيديو منفصل. نيجي لثالث نوع، وهي العناصر الكبرى المتوسطة، زي الكالسيوم، زي المغنيسيوم، زي الكبريت، ودي برضو بيحتاجها النبات بكميات كبيرة. نيجي للحاجة اللي قبل الأخيرة، هي العناصر الصغرى، زي الحديد، زنك، منجنيز، نحاس، بورون، كلور، ليبيديوم، وليبدينم. والعناصر دي بيحتاجها النبات بكمية قليلة جدا. لو أضفناها بكمية أكبر من النبات محتاجها بيحصل له تسمم وبيموت. أهميتها تتلخص في حاجتين، إنها بتنشط العمليات الحيوية، أهمها تكوين الإنزيمات والهرمونات النباتية. آخر حاجة هي العناصر الصغرى الخاصة جدا. العناصر دي مش أي حد بيستخدمها، لازم حد متخصص. بنستخدمها لنباتات معينة، مش لازم نضيفها للتربة أو نباتاتنا العادية اللي في البيت، زي الألومنيوم، زي الصوديوم، زي الكوبالت، سيليكون، سيلينيوم، فانديوم. الصوديوم مثلا بستخدمه في الكرفس عشان يزود لي النكهة بتاعته، بيزود طعم الكرفس ويحليه. بستخدمه للبنجر عشان يزود النكهة بتاعته. السيليكون بستخدمه في الرز عشان ما يسببش مرض الرقاد. الحاجة دي طبعا بتستخدم في المزارع ومش أي حد بيستخدمها. الزيتونة بقى، خلاصة الفيديو، التسميد مهم مهم. النبات بيحتاج 16 عنصر، بياخد أغلبهم من الهواء. سماد ال NPK هو أهم سماد للزرع، وأكتر سماد أساسي منفعش استغنى عنه، هنتكلم عنه في فيديو منفصل. وده شكل مبسط بيوضح محتوى النبات من العناصر الغذائية. وهنلاقي إن الهيدروجين والكربون والأكسجين بيمثلوا أكتر من 90% زي ما قلنا من العناصر، وهو بيستمدهم من الهواء ومن المية. احنا مش بنضيف أي حاجة 90% دول. أقل من 7% بس اللي احنا بنضيفهم هي الأسمدة، زي ال NPK اللي احنا بنسمي بيه النباتات العادية. وده الدليل إن السماد مكمل غذائي للنبات ومش غذاء.
في النهاية أتمنى تكونوا استفدتوا، ولو حد عنده أي سؤال يكتبه في الكومنتات وهرد عليه بإذن الله. ولو حابب تعرف أكتر عن النبات واللاندسكيب تابعني.